حبايب قلبي اللي منوريني على قناتي، قناه ابداعات رودينا. اهلا بيكم، يا رب تكونوا بالف خير. هنبدا كلامنا بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه ده؟ مثلا ايه القرف ده؟ بس ما تضحكوش، انتوا عارفين ان انا بحب اجيب لكم الحاجه بعبلها الاول، وبعدين احنا بقى عشان لما تشوفي الابداع تعرفي الفرق. فاعذروني وانا اسفه جدا على المنظر البشع ده. طبعا ليها حكايه هحكيها لكم واحنا بنشتغل عشان اوريكي انك ما ترميش الهوا بفضل الله. وانتي معايا هنعمل من الحله اللي الواحد طرفان يمسكها دي حاجه تحفه تحفه باذن الله باذن الله. بس عايزه شير ولايك كتير كتير كتير. يلا بينا. هحاول انضفها شويه مصديه واتحرقت وحاجات كده. احاول كده بس عشان اعرف اتعامل. انضفها شويه ونرجع تاني. رجعنا بعد ما طبعا انا طبعا مش هعمل مجهود، يعني ده انا هشيل التراب لان كل ده هيتدرع. بصوا بقى، انا بفكر في الفكره دي بقالي يومين. تمام. اول حاجه هنعملها هنشيل الايدين وهنشيل الغطا. الحظ بقى ان انا ما كنتش حاطه غطا الحله اللي استانلس الازاز، كنت حاطه ده ونزلت ولعت عليها وقعدت حوالي 7 ساعات بره البيت كلنا. تمام. ورجعت لقيت القعر بتاعها ده مش القعر بتاعها، يعني هي القعر بتاعها وقع على البوتاجاز بفضل الله، يعني ربنا بيستر. وبقت بالشكل ده. طبعا حطيتها في البلكونه زي ما هي، ما رضيتش اغسلها ولا اي حاجه، حطيتها في البلكونه لحد ما افكر لها فكره. امبارح بقى جت الفكره وانا نايمه، صحيت لقيتها. تمام. يلا كل شويه نحكي شويه. هنشيل دول ودي ونرجع تاني. رجعنا بعد ما فكيت الايد اهي وده. بصوا بقى، فكرت في فكره رهيبه عشان تعرفي ان المخلفات بتبقى كنوز وبتعملي منها حاجات فخمه وغاليه جدا. الفيديو ده عاوزه شير ولايك كتير. شوفوا انا بقول كتير ازاي، لان بجد هيستحق بجد الكلام ده. بصوا بقى، بصوا ايه ده؟ كلها حاجات زباله، بس عايزاكم تشوفوا الاخر بقى. نسمي الله. عندنا غيره وعندنا مناديل، بس سيبنا من الغيره والمناديل. هتعملي ايه يا رودي؟ العلو انا بحوش دول عشان الفكره. تمام. يعني انا بحوش دول علشان الفكره اللي هعملها زي الفل. بس لقيت ان مش هو نفس الطول اللي انا عايزاه. انا عايزه تاني بس ما عنديش بكر اقف. مش انا اللي اقف على حاجه بفضل الله. فهعمل ايه؟ هحط دي في الاول واعلي دي، واحط دي واعلي بالثلاثه التانيين دول. ودول عشان ضعاف مش زي دول، هما كده كده هيبقوا قوال لما يتعملوا بالمناديل والغيره. بس هحطهم كده عشان اولا خفاف ومش هستخدمهم، وفي نفس الوقت يتقلوا لي شغلي. كده احنا شرحنا، نبدا نشتغل. هنسمي الله. هنجيب الغيره بتاعنا، هو الغيره الاساسي في شغلنا هو المناديل. بصوا بقى، الحله دي زي ما حكيت لكم ان انا نزلت مسكتها، نزلت لقيت جيت. بس الحمد لله قضى اخف من قضى الحله اللي باظت، لكن الدنيا الحمد لله بفضل الله تمام. القعر بتاعها وقع. عملت لكم ابتكار رهيب بالقعر بتاعها، هجيبه لكم في اخر الفيديو برده. هحطهم الاثنين جنب بعض واوريه لكم. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب غيره كده، مش محتاجين اقول لكم غيره. اوكي، احسن حاجه زي ما بقول لكم على طول. هنضيف عليهم شويه ميه ونبدا نخففهم. تمام. واتخرمت وحمدت ربنا وقلت الحمد لله على كل شيء، ورميتها في البلكونه لحد ما اشوف لها حاجه حلوه. الحاله اللي انتوا شايفينها دي خدي بقى صوري، ذاكي تصوريها بجد. طبعا يا ريت لو كان على النظافه، يعني لو ما كانتش اتخرمت والقعر وقع كنت بفضل الله عرفت انضفها وبسهوله. لكن المشكله ان القعر وقع واتخرمت وخلاص يعني.
فالحمد لله، ونعمل منها احلى اعادة تدوير. وهعمل لكم حاجة بفكر فيها، اقسم بالله اقسم بالله لو جت زي ما انا عايزة هتقولوا لي يا رودي انت خلاص اتجننتي، ازاي تعملي دي بفضل الله. يلا عشان انا رغيت كتير، انا ملاحظه ان انا رغايه يا ولاد، صح؟ بس بس لازم احكي لكم على اللي حصل. الله، مش لازم تعرفوا الحله ايه اساسها. هنجيب مناديلنا ونيجي بقى بالفيديو السريع، عشان طبعا انتوا خلاص حفظتوا بقى اللي انا بعمله. يلا بينا. ورجعنا حبايبي. طبعا شفتوا انا لزقت ازاي، انا عايزه الطول ده تمام، ولزقت علبه السمنه. طبعا انا زي ما قلت لكم استغليت علب السمنه عشان مفيش دي، فبالصدفه كنت محوشه علبتين سمنه. هنسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. وهبدا طبعا يعني خلاص انتوا سميتوني كل حاجه، سميتوني رودينا كرتون ورودينا فرو في اول ما ابتديت، ودلوقتي رودينا غيره ومناديل وعجينه ورق بفضل الله. هنعملها كلها، هنغلفها كلها. طبعا انتوا عارفين ان المناديل بالغيره انسي بقى، انسي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا ان احنا نغلف كده، وهكشكش وهدلع الدنيا تمام. طبعا اتعملت مليون مرة. يلا بالفيديو السريع نغلفها ونرجع تاني. ورجعنا اهو، بصوا اتجبست. وطبعا جيت من كل حاجه زي ما معوداكم، نركز هنا ونتقل، نركز هنا في الحروف ونتقل، علشان بعد ما تنشف انسي كل ده يبقى حديد. وعملت الغطا اهو تمام. خلاص هنبدا بقى اننا نغلف الحله بتاعتنا برضو تمام. نغلفها المناديل برضو من جوه ومن بره، وبعد هنسيبهم ينشفوا، وبعد ما ينشفوا تمام زي الفل هنيجي بعد ما ينشفوا نروح دهنينها بغيره، بس عشان انا بحب اكد قوي على شغلي تمام. يلا بينا نغلف. انا بعد ما غلفتها من جوه ومن بره اهو بالشكل ده، وجوه برضو نفس النظام، بس مش عايزه امسكها دلوقتي. وادي دي اهي، وفضلوا دول تمام. على بال ما تنشف يكونوا تقلوا شويه، اضيف عليهم حبه ميه، وارجع بعد ما تنشف وتمسك نفسها وتبقى حديد، اروح ماشيه بالفرشه من جوه ومن بره في الحله، والغطا ورول المناديل وعلب السمنه. ينشفوا، ياخدوا وقتهم براحتهم ينشفوا تمام زي الفل. ونرجع بقى نشوف هنعمل ايه. طبعا انتوا واخدين بالكم من الكشكشه دي، وبرده مكشكشه الحله اهو برده، رغم انا مكشكشه رغم ان لسه في مفاجآت تانية جايه تمام. يلا بينا نشوفوا ونرجع تاني باذن الله. رجعنا بعد ما حجرت ونشفت بصوا، وطبعا عملت من تحت هنا الغطا من تحت اهو تمام، كلها تمام جامده متينه حلتنا برده. خلاص هنيجي بقى لمرحله الرش. هنرشها، لسه في حاجات تانية هتتعمل فيها، اصبروا. هنرشها، انا ناويه ارشها فضي النهارده. هنسمي الله،
ونبدا اننا نرشها كلها العمود، وبرده من تحت هو مش هيبان بس برده نرشها ونرجع نشوفها. هنسيبها تنشف. ادينا عملناها بتنشف بسرعه جدا. بصوا بقى من اول هنا اختياري، ده حسب ذوقك انت بقى حبيبه قلبي. انا عندي شويه زلط باقيين، تمام، هرشهم اسود. انا عايزه الزلط بتاعي اسود فهرشه اسود. يعني اللي جاي بقى ده ذوقك يا حبيبه قلبي. لو انا ذوقي ما عجبكيش زي الفل، يلا هرشهم واسيبهم ينشفوا ونيجي بقى نحط الاوبشنات بتاعتنا الاخيره. رجعنا بقى بعد ما الزلط بتاعنا نشف اهو. بصوا انا هحطه بالشكل ده، وكل اللي جاي ده يا جماعه اختياري. لو انتي شفتيه ولقيتي الذوق حلو اعملي زي ما بعمل، لقيتي الذوق وحش ومش عاجبك يا حبيبه قلبي طبعا اعملي انتي بقى بذوقك اللي اكيد هيبقى احلى واشيك. فاللي جاي ده كله اختياري، تمام، حسب انتي عاوزاه. يلا بقى بالفيديو السريع نلزق الزلط بتاعنا. انا هلزقه بس على الغطا كله كده، تمام، ونرجع نشوف هنعمل ايه تاني. ورجعنا حبايبي اهو بعد ما خلصناها. بصوا انا وزعت بالشكل ده. طبعا يا حبيبه قلبي انتي وذوقك، لو ذوقي مش عاجبك جيت هنا برضو ما بين فاصل وفاصل. طبعا انا قصدي اعملها زي جذع شجره كده. جذع الشجره مبقاش مظبوط، يعني انا حاولت اكشكش بالمناديل بحيث اخليها طالعه زي جذع الشجره، مش واحد واقف مظبوط كده اهو، تمام. طيب احنا خلصنا دي، يا دوبك بقى هنلزق فوق السلك. هنيجي لحلتنا او مش حله بقى، حله ايه بعد كل الجمال ده؟ بصوا بقى يا حبايب قلبي، طبعا كل ده يرجع لذوقك انتي. لو ذوقي مش عاجبك ما تبصلوش خالص. عندي قطعه جبيره اهي، تمام، هاجي اعملها بالشكل ده، الزقها بالشكل ده. انا مش عايزاها ساده كده، يعني هي ساده وشيك وكل حاجه، بس انا مش عايزاها ساده كده. عندي لولي صغنطوطي ده، انزلي بالكاميرا يا بسبس اهو، بصوا ده، تمام. هاجي بقى ازوقها، طبعا ده برضو اختياري، وهاجي بهنا بالارفع بقى بالرفيع. هو طبعا هيفضل منها هقصها واجي بحرف كده واروح مزيناها من هنا ومن هنا. يلا بينا بالفيديو السريع. رجعنا اهو. طبعا يا حبايبي ذوقي مش عاجبكم اعملي انت طبعا بذوقك الاحلى والاشيك، تمام. كل واحده تعمل بذوقها يا جماعه. لو ذوقي ما عجبكيش اهو حطيت لولي، طبعا الجبير ساده ما حطيت لولي اهو، تمام. كده خلاص. المرحله دي بقى انا عملتها لوحدي عشان بسنت راحت الدرس ولسه جايه دلوقتي. دي عصايه مقشه. بصوا بقى انا ليه عملت كده. طبعا انا قلت لكم انا قلت لكم لو احنا حطينا الحله كده انا مش عايزه الموضوع ده، فجبت عصايه مقشه قديمه عندي، ثبتها بالشكل ده في الثلاث رولات، وثبت اللمبه بتاعتي كده بالدوايه، تمام. هاجي بكل بساطه خالص هروح عامله كده. هي اهي بقت تمام وثابته وكل حاجه، بس لا انا مش عايزه اي حد يجري او اي خبطه ولا حاجه، فهحط شمعي هنا وشمعي هنا وشمعي هنا والزقها عشان ما تروحش وتيجي. يلا بقى الزقها وننورها ونرجع تاني.
بقى دي الحله المصديه المخرومه المعفنه، سوري في اللفظ، يعني بصراحه انا مبهوره بيها، وانا كنت متخيله كده. بصوا جذع الشجره اللي طالع ده، يعني انا بصوا عامله جذع شجره يا جماعه. بصوا جذع شجره، مش واحد كده مظبوط، لا ده جذع شجره. حاولت بقدر الامكان ان انا اطلع شكل جذع الشجره دي. اطفي لكم النور بقى عشان تبان ان الاباجوره حلو. ايه رايكم؟ لا بجد يا جماعه، انا يعني عايزه رايكم من غير اي مجاملات ومن غير اي حاجه. ايه رايك يا بسبوس؟ تحفه بجد، معنى كلمه ذوقي اللي انا عاملاه، نظام الزلط، كل ده مش عاجبك يا حبيبه قلبي؟ اعملي انت بذوقك الاحلى والاشيك. المهم ان انت حله صدت ادمت، اتخرمت خلاص، اوعي 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 ترميها، واوعي حاجه ترميها وانت معايا. هولع لكم النور بقى عشان اوريكم القعر بتاع الحله اهو. ده قعر الحله دي، فاكرين؟ هحط لكم الفيديو ده في صندوق الوصف. دي علب سمنه، ودي علبه سمنه لزقتها فيها، عملتها بيها عشان احط زوريه من هنا وحاجه احط عليها. ده يا جماعه قعر الحله بتاع دي اللي وقع. تمام، انا قلت اجيب لكم الفيديو جنبه اهو عشان تشوفي قعر الحله عملت بيه ايه اللي وقع، والحله نفسها بالغطا عملت بيها ايه. زي الفل زي الفل. لا زي الفل يا ولاد. هاتيهم بقى مع بعض كده جنب بعض يا بسبس. يا رب اباجورتي النهارده تعجبكم، واسمع رايكم في الكومنتات. استنوا معايا اسمع رايكم في الكومنتات. زي الفل زي الفل. يلا يا بسبس اختاري. يلا زي الفل زي الفل. يلا الفيديو عجبكم، قناه ابداعيه رودينا يفيدكم. اوعوا تنسوا الشير واللايك والسبسكرايب، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وانتظرونا فيديوهات جديده وابتكارات جديده وابداعات جديده عاوزه شير كتير 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 ولايك كتير. باي باي.